وهناك قامت إمبراطورية لم يشهد التاريخ البشري جبروتا يضاهي سطوتها، حيث كانت مدينة بابل هي سرة العالم ومنارة العلم والسحر والجمال، وكان اسمها الأكادي باب إيلي، أي بوابة الإله، يعكس هيبتها التي جعلت ملوك الأرض يرتعدون عند ذكر أسوارها العظيمة. وفي قلب هذه الحقبة الذهبية جلس الملك نبوخذ نصر الثاني على عرشه المرصع باللازورد، وكان ملكا لا يعرف المستحيل، لكن قلبه الذي أخضع الممالك انكسر أمام حزن زوجته الملكة أميتس، تلك الأميرة التي تركت جبال ميديا الخضراء وغاباتها المورقة لتسكن في سهول بابل المنبسطة وجوها القاحل الجاف، فكانت تقضي لياليها تنظر إلى الأفق البعيد وتذرف الدموع بطاقا شوقا لنسيم الجبال وخرير الجداول التي فارقتها. ومن أجل تلك الدموع قرر الملك أن يبني معجزة تتحدى قوانين الجاذبية والمنطق، فأمر بحشد جيوش من المهندسين والبنائين ليبدأوا مشروعا لم يجرؤ بشر على تخيله. فارتفعت مدرجات حجرية شاهقة مرصوفة بكتل ضخمة من الرصاص والقار حتى تمنع تسرب قطرة ماء واحدة إلى أروقة القصر السفلية، ثم غطيت هذه المدرجات بأطلالة من التربة الخصبة التي جلبت على ظهور القوافل من أقاصي الأرض، وزرعت فيها غابات كاملة من الأشجار النادرة والأزهار الملونة التي كانت تتدلى من الشرفات العالية كأنها ستائر من الزمرد، وبدت الحديقة للناظر من بعيد كأنها غابة معلقة في الهواء تسبح فوق أسوار المدينة العالية التي كان عرضها يسمح بمرور عربتين تجرهما الخجول جنبا إلى جنب. ولم يكن السحر في الخضرة فقط، بل في ذلك اللغز الهندسي الذي حير العقول لآلاف السنين، وهو كيف استطاع البابليون رفع مياه نهر الفرات العظيم إلى قمة هذا الجبل الاصطناعي الذي بلغ ارتفاعه عشرات الأمتار، حيث ابتكر العباقرة نظاما سريا ومعقدا من التروس الخشبية واللوالب الضخمة التي كانت تعمل ليل النهار في صمت مريب داخل الأعمدة المجوفة لترفع الماء إلى الخزانات العليا، ثم يتدفق من هناك على شكل شلالات عذبة وجداول رقراقة تشق طريقها بين الأشجار لتلطف حرارة الصيف البابلي الحارق وتحول القصر إلى جنة أرضية تفوح منها روائح المسك والورد الجوري.